الاسم ده عشان يبقى رمضان السنة دي بإذن الله هو نقطة تحول لينا كلنا في مسار حياتنا. منو اللي يقول احنا ما نقدر؟ منو اللي يقول؟ تبقى بداية لينا إننا نعرف نتغير إزاي وهنمشي لحد فين. نقدر احنا ما نقدر عشان أعرف إزاي أحط أهدافي وأبدأ أخطط لها وأبدأ أمشي معاها خطوة خطوة عشان أوصل للهدف اللي أنا عايزه. لازم نوصل للنهاية ونرفع بإيدنا الراية، راية الدين. نقطة تحول هنكون فيها سوا بإذن الله بنرسم درب نمشي عليه للنجاح والتغيير. احنا نقدر نرسم البسمة على وجوه البشر. أعرف كمان منين لازم أبدأ التغيير. هل التغيير هيبقى من بره حواليا الأول وبعد كده هلاقي نفسي اتغيرت، ولا التغيير هيبقى من جوايا أنا وبعد كده بره هيتغير؟ ده اللي احنا هنعرفه ازاي أبدأ في التغيير ومنين أبدأ. بإيدنا الراية راية الدين، الله ربنا خلقنا لغاية. نقطة تحول لكل واحد وواحدة تعب من ضغوطات الحياة، لكل واحد وواحدة حاسس ان هو عايش حياته وخلاص، عايش يوم ورا يوم ورا يوم، بتعدي عليه سنين ورا سنين ويحس ان هو لسه في مكانه زي ما هو. بيبص هل هو حقق ذاته؟ لا. هل هو حقق اهدافه؟ برضه لا. هو مش عارف هدفه ايه، مش عارف هو رايح فين، مش عارف هو عايز ايه، مش عارف هو اساسا اتخلق ليه، مش عارف، تايه. نقطة تحول لكل شخص عايز يتغير ومش عارف يبدأ. نقطة تحول لكل شخص عايز يعرف الخطوات الصح جدا ويبدأ ازاي. تابعوني في برنامج نقطة تحول، ولحد ما أقابلكم الحلقة الجاية إن شاء الله ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك عشان تتابعوا كل جديد بإذن الله. يرميني الزمان المحبة تحتضني تزرع دروبي أمان، قسوتي تبقى ملاذي. لما يرميني الزمان بالمحبة تحتضني تحتويني بالأمان، ربنا خلقنا لغاية.